ازيك عزيزي المشاهد الجميل، عامل ايه؟ وحشني قوي. في سؤال غريب بقاله فتره بيدور في دماغي، ليه كل ما اسال حد ايه احسن فيلم في تاريخ السينما المصريه غالبا هتلاقي الناس بتتكلم عن افلام قديمه لنجوم كتير جدا، سواء نجوم ما بقوش معانا دلوقتي او نجوم لسه موجودين معانا دلوقتي. هتقول لي يا جو طب انت ليه متضايق؟ هقول لك انا مش متضايق خالص. الغريب بس ان احنا المفروض اتطورنا، المفروض ان السينما دلوقتي عندها انتاج اكبر، تكنولوجيا احسن ومؤثرات اقوى بكتير، ومع ذلك ناس كتير لسه شايفه ان الافلام القديمه احسن من الافلام الحاليه. فهل فعلا الافلام القديمه كانت احسن ولا احنا بس اللي متمسكين بالماضي زياده عن اللزوم؟ فهات كوبايه الشاي بتاعتك وخليك مركز معايا. لو رجعنا شويه لورا تقريبا يعني اواخر التسعينات وبدايه الالفينات، هنلاقي ان السينما المصريه وقتها كانت داخله مرحله جديده، جيل جديد من الممثلين بدا ان هو يظهر على الساحه، وفي نفس الوقت جمهور جديد بدا ان هو يتكون. لكن رغم كل التغيرات دي كان في حاجه واحده ثابته في اغلب الافلام، وهي القصه. وخلي بالك اصلا ان الفيلم من غير قصه ما يسواش حاجه، فالقصه تقريبا هي اساس اي عمل فني. القصه كانت البطل الحقيقي لاي فيلم. الممثل ممكن يكون مشهور او لا، لكن طالما القصه قويه فالفيلم اكيد هينجح. واهم من نجاح الفيلم ان الفيلم كان بيعيش في دماغ الناس، بدليل انك اكيد فاكر افلام قديمه وفاكر قصصهم اكتر من افلام جديده لسه شايفها قريب. فدي القوه اللي مش موجوده دلوقتي. المشكله يا صديقي ان مع الوقت الصناعه نفسها بدات ان هي تتغير. الافلام زمان كانت بتتبني حوالين قصه واضحه، شخصيات قريبه من الناس ومن طبيعتهم، ومواقف شبه حياتنا. يعني انت لما بتشوف الفيلم ما بتحسش ان الحاجات ديت غريبه عليك مثلا، لا ده الواقع اللي انت فعلا بتعيشه. مفيش دراما، مفيش حاجات زياده ملهاش لازمه. لكن دلوقتي كتير من الافلام مبنيه على حاجات تانية، واهم الحاجات دي يا صديقي وهي الترند. المعنى هنا ان الفيلم بقى بيحاول ان هو يضحكك بسرعه، حتى لو على حساب القصه وعلى حساب حاجات تانية اهم. بيحاول ان هو يجذبك بسرعه ويحاول ان هو يخلص بسرعه. معلش يا صديقي اخدك مشوار بسيط واحكي لك قصه صغيره خالص. تجربه حصلت زمان في هوليوود. منتج سينمائي كبير كان بيعمل اختبار بسيط، جاب مجموعه من الناس وخلاهم يتفرجوا على فيلم، وبعد اسبوع سالهم سؤال واحد بس: ايه اللي فاكره من الفيلم ده؟ الغريب يا صديقي ان اغلب الناس مش فاكرين تفاصيل القصه، لكن فاكرين الاحساس اللي عاشوه وهم بيتفرجوا على الفيلم. بنستنتج من القصه ديت ان الفيلم ممكن يتنسي، لكن الشعور اللي جوه الفيلم ما بيتنسيش. وهنا نرجع لسؤالنا: ليه الافلام القديمه لسه في دماغنا؟ السبب بسيط جدا وانت اكيد اصلا خلاص عرفت. السبب ان الافلام زمان كانت بتخليك تحس ان الشخصيه ديت شبهك، مش جايبينها من عالم تاني يعني، وان المشاكل اللي تعرضت لها الشخصيه ديت ممكن انت كمان تتعرض لها عادي، ده لو ما كنتش انت اصلا اتعرضت لنفس المشاكل. وان الضحك اللي في الفيلم طالع من مواقف بجد، يعني طالع من مواقف فعلا لو انت اتحطيت فيها هتضحك. لكن كتير من افلام دلوقتي بتخليك تضحك بس، وبتخليك تضحك غصب عنك حتى لو الموقف اصلا ما يضحكش، من غير بقى ما تعيش قصه ولا موقف ولا سيبك من الحاجات دي، احنا اتطورنا، انت هتضحك يعني هتضحك. ولو بصينا حوالينا هنلاقي ان المشكله مش في السينما بس، المشكله كمان في طريقه حياتنا نفسها. زمان الناس كانت ممكن تقعد تتفرج على فيلم ساعتين وثلاثه عادي جدا وما عندهمش اي مشكله. دلوقتي المشاهد والجيل اللي احنا فيه ما عندوش وقت خالص، هو عايز حاجه سريعه كده يقعد يتفرج عليها وبعد ثانيتين يقلب. واكيد ده طبعا بيفكرك في الفيديوهات اللي على التيك توك مثلا، انت بتقعد تشوف الفيديو لو ما عجبكش او حتى لو عجبك ثانيتين وتكون مقلبه، ما بقتش قادر تقعد زي زمان بالساعتين والثلاثه تتفرج على فيلم. وخلي بالك ده السبب اصلا ان المسلسلات دلوقتي بقت تتحول من 30 حلقه ل 15 حلقه، واصلا موضوع ال 30 حلقه ده خلاص هينتهي. في مسلسلات دلوقتي لسه ماشيه بنمط ال 30 حلقه، لكن بعد كام سنه انا اوعدك ان انت مش هتشوف الكلام ده تاني. وبسبب الكلام ده كله صناع الافلام بداوا ان هم يركزوا ازاي يخطفوا انتباهك بدل ما يبنوا حكايه تعيش معاك زي زمان. الخلاصه دي للكلام ده كله ان الافلام القديمه ما كانتش مثاليه، ولا حتى الافلام الجديده وحشه، لكن الفرق الحقيقي ان زمان الفيلم كان هدفه ان هو يحكي لك حكايه تتاثر بيها وتعيش معاك وتفضل في دماغك لسنين. دلوقتي الافلام بحكم الجيل اللي احنا فيه ما بقوش يهمهم غير ان هم يشدوا انتباهك، وعشان كده يا صديقي الافلام القديمه لسه عايشه في دماغنا لحد دلوقتي. وبس كده يا صديقي، اتمنى انا كمان اعلق في دماغك، وعشان بقى اعلق في دماغك لازم تعمل لي فولو او تشترك في القناه على حسب انت بتشوفني فين، وتعمل لايك على الفيديو ده وتكتب تعليق تشجعني فيه. وبس كده يا صديقي، انا يوسف علاء وده موضوع على الماشي.